الصالحات وبفضله ترفع الدرجات بكرمه تعالى تبدل الخطايا حسنات. والصلاة والسلام على سيد السادات وإمام الكائنات سيدنا ونبينا محمد، صلوا عليه. طيب طبعا يا جماعة أي حاجة بنعملها في الحياة لازم يكون ليها سبب، صح ولا إيه؟ فالعملة اللي عملها العريس دلوقتي وبكامل قواه العقلية ومحدش ضاغط عليه، محدش ضاغط عليه. طيب طالما محدش ضاغط عليك وأنت عملت كده بمزاجك، إيه اللي خلاك تعمل العملة؟ لا بص النصيب بقى وبكمل نص دي والكلام اللي ملوش لازمة ده، لا أنا عايز كلام من هنا. يعني انت اتجوزت ولا ايه عشان شغل الفلوس؟ ايوه مش اي حاجه. ايوه شغال، برافو عليك يا عريس. ايوه هي دي الاجابه الصحيحه. عشان انت جبت اجابه صحيحه تكسب معايا شوكولاته. طيب صليتوا على الحبيب النبي؟ عليه الصلاه والسلام. طيب انا هتكلم دلوقتي واسال اسئله ولا هجاوب معايا مش شوكولاته؟ معايا؟ طيب سيدنا النبي صلى الله عليه جاءه رجل وسأله: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال مين؟ عائشة. عائشة، برافو عليك. تعالى برافو عليك. طيب فقيل يا رسول الله، الراجل سأله وقيل يا رسول الله من الرجال؟ نسألك عن الرجال. أبو بكر. أبوها ما قالش أبو بكر، برافو عليك. اللي سبق أكل النبأ خلاص. طيب وقال أبوها، ليه ما قالش أبو بكر وقال أبوها؟ لينسب الحب الأول والثاني لمين يا عريس؟ لزوجته يا عائشة. خلاص؟ وربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما تكلم عن الزواج قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لإيه؟ لا مفيش غلط كلكم حافظينها. طيب حلو. طيب بص اللي هيقول لي الآية دي في سورة إيه؟ ياخد 50 جنيه. يلا. ها؟ مش البقرة. ها؟ ليه؟ بس؟ لا محدش عارف. ولا سورة البقرة. أنا هقول لكم سورة الروم. يلا أنا هاخد ال 50 جنيه خلاص الحمد لله. طيب السكن يا جماعة الذي تحدث عنه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو المودة والرحمة والرومانسية والحب بين الجماعة المتجوزين. حد هنا متجوز؟ لا متجوز يرفع ايده كده؟ طيب انت خايف ولا ايه؟ ولا انت متجوز؟ الله اكبر انت صاحبي من النهارده. اللي لقى بقى بعد الجواز الرومانسية والحب والكلام ده يفضل رافع ايده كده؟ ولا واحد؟ الجواز بيبان من عنوانه يا ابني. بص الجواز ده يا عريس عامل زي الشوكولاته. عامل زي ايه؟ الشوكولاته طعمها ايه؟ ده عماله تهزر كده اسود ابيض. يبقى شوكولاته بيضاء اهي، خلي بالك تبقى بيضاء. طيب عشان الجواز يبقى زي الشوكولاته البيضاء سيدنا النبي صلى الله عليه وصى العريس بوصايا والعروسه بوصايا. فقال النبي وهو يوصي الرجال: استوصوا بالنساء شوكولاتات كتير بقى وكلام حلو كتير وورد كتير وخروجات كتير وربنا يكون في عونك. وقال النبي رفقا من ايه؟ بس مش كل القوارير يا ايمن. ها انت ليك كام قاروره يا ايمن؟ ايه يا رجاله الراجل لك قاروره. ايوه كده. بص يا ايمن انت ليك 4 قوارير يا ابن الحلال: امك واختك ومراتك وبنتك. ايوه عشان اعرف اروح. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي النساء في صفات المرأة الصالحة، قال النبي: التي إن نظر إليها زوجها إيه؟ سرتها. في بعض النساء خارج هذه القاعة جوزها يرجع من الشغل يعني تعبان طول النهار يلاقي الشعر منكوش والجلابية اللي ما بتتغيرش وريحة البصل والثوم. جاية مشوار زي كده تقف قدام المراية ميك اب ارتست 10 على 10. 5 ساعات كلنا محبيين أنا عارف. اللي تعمل كده بقى قال فيها الشاعر قال ايه؟ وبالمكياج مثل البدر تبدو فإن نزعته صارت عم عبده. طبعا ايه؟ اللي بيعملوا كده احنا مالناش دعوه، حبيبنا ما بتعملش كده. يبقى التي ان نظر اليها سرته وإن أمرها ايه؟ أطاعته. بس هم بقى بيحرفوا الحديث يقول لك وإن أمرها أطاعته، فخلي بالك على نفسك. وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله فنسأل الله
سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين، قولوا آمين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الطيبة المباركة، وأن يبعد عنهما الشر والشقاق والحقد والحسد يا رب العالمين. دلوقتي بقى مرحلة الرزق، اللي بيكسب ياخد العروسة ويروح. انت بقى ايه سيبنا الدور ده الله يكرمك. او رزق كده وكده يعني مش اي حد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإني توكلت على الله تعالى وأطلب منك الزواج من موكلتك الآنسة البكر الرشيد العاقلة آية جابر أحمد صالح رضوان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصداقة المسمى بيننا عاجلي واجلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله. إني توكلت على الله تعالى. إني توكلت على الله تعالى. وزوجتك موكلتي الآنسة البكر الرشيد اسمها جابر أحمد صالح رضوان على كتاب الله سنة رسول الله وسنة رسول الله والصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والله على ما وأنا قبلت زواجها بنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداقة المسمى بيننا عاجلي واجلي. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. وأعاهد الحاضرين جميعا أمام الله تعالى أن أعاملها معاملة حسنة ترضي الله ورسوله. الله خير الشاهدين. يا جماعة ندعو لهم جميعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وألف مليون مبروك.